المشاهدون الأكارم، أسعد الله أوقاتكم أينما كنتم بكل خير. نشرة أخبار نقدمها لكم من تلفزيون الدولة إريتريا، نستهلها بالعناوين. إصابة مواطن واحد بفيروس كورونا اليوم. الجبهة الشعبية تصدر تصريحا بالفاتح من سبتمبر. تغييم أنشطة برنامج الادخار والقروض في ميمنة. بكين تهاجم انتقادات الناتو للتعاون الروسي الصيني في القطب الشمالي. التضخم في منطقة اليورو يسجل مستوى قياسي جديد فوق 9%. وفريق مفتشي وكالة الطاقة الذرية يغادر محطة زاباروكيا الأوكرانية. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة، نستهلها بهذا الإعلان من وزارة الصحة. أعلنت وزارة الصحة بأن الفحوصات المخبرية التي أجريت في الإقليم الأوسط اليوم قد أظهرت إصابة مواطن واحد من دفر بفيروس كورونا. في غضون ذلك شفي مريض كورونا واحد في الإقليم الأوسط، وبهذا بلغ عدد المصابين بفيروس كورونا في البلاد حتى الآن 10,155 شفي، منهم 10,047 وتوفي 103 مريضا، فيما يتلقى 5 مرضى الرعاية في المستشفيات. وزارة الصحة الأول من سبتمبر 2022. أوضحت الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة في تصريح أصدرته بمناسبة الذكرى 31 لانطلاق الكفاح المسلح للشعب الإريتري بأن الواجب عند إحياء ذكرى الفاتحة من سبتمبر تذكر المسيرة التي خضناها، وخاصة تاريخ تجارب نضالنا الوطني. وذكر التصريح بأن تاريخ الثورة الإريترية الذي خلق إريتريا المستقلة كان دافعا قويا للشعب الإريتري وتنظيمه الطليعي الجبهة الشعبية لبناء وطن قوي يحمي السيادة ويعتمد على الذات ويكون لجميع المواطنين. وأثبت فعاليته في سنوات الاستقلال 31 الماضية عود الشعب الإريتري في مواجهة معوقات وتحديات بناء الوطن والتصدي للغزو الخارجي والعدائيات. وقال من الواجب كون الفاتح من سبتمبر يوم تجديد العهد، إن تجدد العهد لحماية الاستقلال وبناء إريتريا كوطن يعمه الرخاء والنمو، موضحا بأن الشعب سيواصل نضاله للدفاع عن سيادته من كل العدائيات والمساهمة بدوره للسلم والتعاون الإقليمي والعمل بقوة وفعالية وتسخير كافة القدرات لبناء إريتريا بما يعوض الفرص الضائعة بالغزو والعدائيات وتنشئة أجيال كفؤة تتسلم الأمانة وتستمر في صناعة التاريخ وتواصل النضال لتنفيذ مهامها التاريخية. وأكد قائلا: سننفذ أمانة سبتمبر ببناء إريتريا المتطورة. من ناحية ثانية، تم إحياء الذكرى 31 لانطلاق الكفاح المسلح للشعب الإريتري على مستوى البلاد في مدينة بارونتو بمشاركة كبار المسؤولين في الحكومة والجبهة. وعكس الاحتفال المنظم بتعاون وزارة الإعلام وإدارة إقليم القاشبركة واللجنة الوطنية لتنسيق الاحتفالات، عكس مضمون الفاتح من سبتمبر في تاريخ نضال الشعب الإريتري وبطولات المناضلين وجماهير الشعب وتضحيات ومرارة النضال من أجل الاستقلال والمرحلة الجديدة والمسؤولية الكبيرة التي تحملها للشباب. تخلل الاحتفال مناشط فنية وثقافية لفرقة التراث في إقليم القاشبركة وفرقة أولى الفنية الفلكلورية وفناني مفوض الثقافة والرياضة. أفاد مكتب سلطة الغابات والحياة البرية في الإقليم الأوسط نمو 97% من شتول الأشجار التي زرعت خريف عامي 2021 و 2022 في ميدمنة. أوضح ذلك خبير حماية التربة وحفظ المياه في المكتب السيد ميكائيل أبراهام في مناسبة التشجير الذي قام بها أعضاء مختلف المؤسسات وإدارة الإقليم الأوسط.
وعرب المشاركون في النفير عن ارتياحهم لنمو شتول الأشجار التي زرعوها قبل حلول موسم الخريف، متعهدين العمل المنسق لتنفيذ المتطلبات لضمان النمو المستمر. وذكر السيد ميكيل أبراهام تنفيذ أعمال مرضية من نفرة أعضاء الوزارات والمؤسسات الحكومية الأخرى والشركات الوطنية والاتحادات. دعا مسؤول برنامج الادخار والقروض المصغرة في الإقليم الجنوبي السيد ترفي ولد يوهنس لتعزيز دور إدارات الضواحي لإنجاح مهام البرنامج. وأوضح لدى لقائه مدراء الضواحي وشركاء العمل أن برنامج مول يهدف إلى منح المواطنين في الريف والبلدات الذين لا يستطيعون الحصول على القروض البنكية فرص الحصول على القروض وجعلهم منتجين. وقال إن البرنامج ينتظر من إدارات الضواحي العمل للتوعية بغرض استفادة المواطنين من القروض وإعادتها، مشيرا إلى أن عدم دفع الدين المستحق في أوانه يعرض لمزيد من الفوائد. وذكر مسؤول برنامج مول في مديرية مايمني القس قرجا غيتوم أن البرنامج قدم في الأشهر الستة الأولى من السنة قروض بأكثر من 2,100,000 نعفا. وأشار المشاركون في الاجتماع إلى دور برنامج مول لتحسين حياة المواطنين المعيشية. حققت أنشطة النفير التنموي الجاري في مديرية بارنتو بالعمل يومان في الأسبوع نتائج مرضية. وأوضح مسؤول التنمية الاقتصادية في المديرية السيد ولدي سوستكيم أن النفير الذي بدأ قبل حلول موسم الأمطار ركز على حماية التربة وحفظ المياه، ليشمل على بناء المدرجات والحواجز المائية وصيانة وتمهيد الأراضي الزراعية والطرق المنجرفة بالسيول. وذكر امتلاء السدود والحفائر بالطمي وانجرافها بالسيول، مشيرا إلى وجود برنامج لبناء خزانات مياه إضافية، حيث تم في هذا الإطار بناء سد في كركشة ووضع خطة لبناء سدين في أفيتيلا وكلكوم. وأشاد بالعمل المتفاني الذي يقوم به السكان لإصلاح الطرق التي جرفتها السيول والتي تربط القرى. قام مكتب النظام والقانون في مديرية عدائيح بإحراق مواد منتهية الصلاحية بالتعاون مع مكاتب التجارة والصحة يوم 29 من أغسطس المنصرم. وأوضحت مسؤولة القانون والنظام في المديرية السيدة جابرييلا يتبارخ أن المواد شملت الغذاء والمشروبات وأكياس البلاستيك والمبيدات الحشرية. وأشارت إلى فرض عقوبات على 26 شخصا للعمل التجاري دون رخصة و10 أشخاص لبيع مواد غير مسموحة. وأوضح مسؤول الخدمات الصحية في مديرية عدغيح الدكتور والد أب قبرس جابهير أوضح خطورة المواد الاستهلاكية منتهية الصلاحية على الإنسان والحيوان والبيئة. فاصل قصير ومن ثم نعود لنوافيكم بالأنباء على الصعيد العالمي. أهلا بكم. على الصعيد العالمي، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليجيان يوم أمس الأربعاء أن انتقادات الناتو غير المسؤولية للشراكة الروسية الصينية في القطب الشمالي تظهر جهود الحلف لإدامة عقلية الحرب الباردة. وفي 25 من أغسطس قال الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ إن التعاون الروسي الصيني في المنطقة لا يلبي مصالح الحلف، وحث المنظمة على تعزيز وجودها هناك. وأشار تشاو إلى أن الناتو صرح بشكل غير مسؤول أن التعاون بين روسيا والصين يتحدى نظام القيم ومصالح الحلف، الأمر الذي يفضح مرة أخرى جهود الناتو لتصدير عقلية الحرب الباردة وإعادة خلق مواجهة الكتلة. وحسب تشاو يتعين على الناتو أن يتخلى على الفور عن التفكير الخطير مما يسبب الارتباك في العالم.
وأضاف المتحدث أن الصين تحترم سيادة الدول القطب الشمالي وكذلك حقوقها السيادية وولايتها القضائية في المنطقة، وتلتزم بمبادئ القانون الدولي. ارتفع معدل التضخم إلى مستوى قياسي جديد بعد ارتفاعه إلى 9.1% في أغسطس على أساس سنوي، وجاءت القراءة أعلى من توقعات المحللين عند 9% وارتفاعا من 8.9% في يوليو. وتدعو أرقام التضخم ضغوطا متزايدة على البنك المركزي الأوروبي لرفع أسعار الفائدة قد تصل إلى 75 نقطة أساس في اجتماعه المقبل في سبتمبر. كان رئيس البنك المركزي الألماني يواكيم ناغل قد طالب البنك المركزي الأوروبي بالتحرك سريعا ورفع أسعار الفائدة بشكل حاسم لاحتواء التضخم. وبينما لم يشر يواكيم ناغل إلى حجم محدد للزيادة المرتقبة إذا دافع عن تحرك حاسم، وأكد على فوائد زيادات كبيرة للفائدة. يذكر أن المركزي الأوروبي قد رفع أسعار الفائدة بواقع 50 نقطة أساس الشهر الماضي، في وقت تدور التكهنات حول احتمالية رفعها ب75 نقطة أساس في اجتماعه المقبل في سبتمبر، في وقت يتوقع المحللون أن تصل معدلات التضخم إلى 10% هذا العام. قادر مفتشو الوكالة الدولية للطاقة الذرية محطة النووية التي تسيطر عليها روسيا في جنوب شرق أوكرانيا بعد زيارة استمرت ساعات، حيث أكد المدير العام للوكالة رافائيل جروسي أن الفريق أجرى تقييما أوليا للوقف داخل المحطة. وأضاف جروسي اليوم أن الفريق التابع للوكالة رصد خلال ساعتين الأمور الأساسية داخل محطة زابوريجيا النووية، مشيرا إلى أن بعض خبراء الوكالة سيبقون في المحطة بعد مغادرة البعثة. وكانت شركة إنرهواتوم المشغلة للمجمع النووي قالت في وقت سابق إن فريق الوكالة وصل بعد أن أدى قصف بقذائف الهاون الروسية بوقت سابق اليوم إلى إغلاق أحد مفاعلاته بواسطة نظام الحماية الطارئة. وتبادلت أوكرانيا وروسيا اللوم إزاء القصف العنيف الذي أخر مؤقتا تحركات فريق المفتشين نحو المحطة المترامية الأطراف الواقعة على الضفة اليسرى لنهر دنيبر في بلدة إنروغ وادور التي تسيطر عليها القوات الروسية. فقد اتهمت وزارة الدفاع الروسية في وقت سابق القوات الأوكرانية بقصف نقطة تجمع البعثة قرب فاسيلييفكا ومحطة زابوريجيا بالمدفعية. الخبر الأخير في هذه النشرة: أعلن رئيس الوزراء الياباني فوميو كوشيدا أن اليابان سترفع الحد الأقصى اليومي للوافدين المسموح لهم بدخول البلاد إلى 50,000 اعتبارا من 7 سبتمبر، وذلك في إطار جهود الدولة لتخفيف قيود كورونا الحدودية. وقال كيشيدا في مؤتمر صحفي نقلته وكالة أنباء كيودو اليابانية: لقد رأينا التبادلات الدولية تكتسب زخما في أجزاء مختلفة من العالم، لذلك نرفع الحد الأقصى اليومي للوافدين الجدد إلى 50,000 اعتبارا من 7 سبتمبر للانضمام إلى هذه الاتجاه الدولي السائد والتأكد من الاستفادة بمزايا ضعف الين الياباني. ولا تزال اليابان تكافح في مواجهة موجة كورونا السابعة وسط مساعي كيشيدا للحفاظ على استمرار عجلة الاقتصاد. الجدير بالذكر أن كيشيدا كان يعمل عن بعد في مقر إقامته الرسمي منذ أن ثبتت إصابته بفيروس كورونا في وقت سابق من هذا الشهر، ولكنه عاد لمزاولة مهامه في مكتب رئيس الوزراء يوم أمس الأربعاء. ويشار إلى أن الحكومة اليابانية كانت تسمح في السابق بدخول 20,000 زائر فقط يوميا. ختام النشرة هذا تذكير بأبرز العناوين.
إصابة مواطن واحد بفيروس كورونا اليوم. الجبهة الشعبية تصدر تصريحا بمناسبة الفاتح من سبتمبر. تقييم أنشطة برنامج الادخار والقروض في ماي منيم. بكين تهاجم انتقادات الناتو للتعاون الروسي الصيني في القطب الشمالي. التضخم في منطقة اليورو يسجل مستوى قياسي جديد فوق 9%. وفريق مفتشي وكالة الطاقة الذرية يغادر محطة زاباروكيا الأوكرانية. مشاهدينا، انتهت نشرة هذه الفترة. هذه تحيات وتحيات الفريق العامل، ودمتم في أمان الله.